القناه قدامنا 5 دقائق، والحقيقه انا ما جيتش عشان اتكلم 7 8 دقائق وامشي. فانا باعلن ان انا الحقيقه مستاء جدا، وان انا يعني قد يتعذر علي ان استجيب لاي دعوه من القناه الفضائيه، لانه ليس هكذا تقدر لا اقدار الناس ولا يتم احترام المواعيد. بنعتذر يا فندم عشان في معلش يا ماتش فندم. وفي ضغط وفي أنا برنامج رئاسي مرتبطين بيه معلش بعد دي الهوا مش اول مباشرة. مره. بناسف على التاخير الطارئ، وانا بشكر سيادتك لتشريفك ليا النهارده. احنا فعلا استفدنا من كلامك الجميل، واعتقد ان احنا هنخسر كتير قوي لو سيادتك ما شرفتناش مره ثانيه. وسعداء جدا مره ثانيه سيادتك وضحت لنا امور احنا فاهمين انها كانت هو ده المسلمات اللي خدناها من الصحف والجرائد وخدناها من القنوات الفضائيه. اعتقد ان الزملاء الصحفيين والاعلاميين لازم يراجعوا نفسهم في مرجعياتهم القانونيه والتعامل مع القانون بوجه عام، ولا هننتظر يا فندم خبير قانوني؟ وعلى التلفزيون المصري ان يراجع ايضا مواعيده وارتباطاته مع الشخصيات التي يستضيفها. ايه رايك؟ تحياتي ليك يا فندم، واعتقد ان لك حق الى حد ما. بشكرك يا فندم. تحياتي مشاهدينا، واعتقد ان ضيفنا الكريم العزيز الاستاذ رجاء عطيه ارجو ما يكونش زعلان منا في الاخر، وهنحاول نصالحه ان شاء الله بعد الهوا مباشره. انا بشكركم على حسن المتابعه، الى اللقاء وحلقه اخرى جديده وكلام جديد.